بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. من الأرزاق طريقتك اللبقة في الحديث وحسن اختيارك لكلماتك وألفاظك ومراعاة مشاعر غيرك أثناء الحوار. السلام عليكم بنات، شلونكم؟ صحتكم وأحوالكم؟ يا رب الكل بخير. وأخيرا رجعنا الفتح القاصة. طبعا هذه القاصة صار سنة تقريبا أني أجمع بيها من العام، من بدينا نجمع، من فتحنا القاصة واشتريت الفرن الغاز، واشتريت المثرامة الكهربائية الألمانية نوعية كوك، واشتريت الجدار التيفال، واشتريت بعد زوالي وشغلات. يعني شفتوا فتح القاصة جدا مهم بنات ومفيد كلش. طبعا هذه الآية القرآنية دائما أخليها بيها، لكن هذه الآية القرآنية أخليها يوم 15 من شعبان. الآية هي إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ليلة 15 من شعبان العام كتبتها وخليتها بالقاصة. هاي تفيدكم طبعا، عجيبة غريبة بجذب الرزق. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. خليها بالقاصة، خليها بجيب أبوكم بمحفظته، خليها بالمحل مالته إذا أنتي هم عندك محل باب رزق، تخلينها بلاصق وتثبتينها بباب مدخل الباب مال المحل، وبالمحفظة بالجيزان بالقاصة بكل شيء. طبعا هي رزق عجيب غريب بهذه الآية، سبحان الله. يعني حتى بالمونة بالحصة بالمخضر بهواية أمور، ما دامها بداخل بيتك فهي خير من الله، تجيب لكم الرزق كله. فتحت القاصة منها وطلعت فلوس خير من الله، وبجي قبل على الشورجة. جبت هذا الكمبار كاربت، هذا لونه رمادي، من جوا جلد، مانع للتزحلق ومانع للرطوبة. بناتي خبل، هو سعره المتر 4. وجبت هذا الكمبار أيضا، شوفوا الظهر مالته هم مانع للتزحلق. هذا لونه رمادي بس كلش حلو بنات، يعني أبو الدمارات حلو. هذا هم المتر ب4. طبعا موجودات هي بالسوق، المتر ب5 واكو متر ب6، بس بالشورجة يكون أرخص. كل شي رخيص بالشورجة، تاخذونه على قد الفلوس اللي عندكم، كل شي موجود. الظهر مالته هيك يكون. أخذت هذه الزولية النقش ملكي، طبعا هاي أخذتها للغرفة، هم ترهم للمطبخ إذا كان ترج أبيض وهيك شي ترهم. ثاني أخذتها لغرفتي، هذه سعرها 13,000 بنات. الشورجة يعني عجيبة أسعارها كلش حلوة ورخيصة وغراضهم حلوة. هاي موجودة بالسوق، سعرها أكو 20 أكو 18 يعني حسب، بس أكثر شي شافتها 18. وجبت وياي هذه السنادين لأن اليوم عندي تغيير شامل على البيت وهيك شي، فأكو هاي 15 واللي صغيرة على 10. هذني سنادين كلش حلوات، يعني البيت يراد له هيجي أشياء بسيطة تعطي جمالية أكثر وتغير من طاقة المكان. فجبت وياي بعد هم أشياء ثانية، جبت هذه الصواني وأخيرا بنات جبت البوهيمي النزلة، البوهيمي الغطوة التركية الأصلي بنات بالشورجة تلقوه الأصلي. هذه سعرها 18,000، وياها 2 وجوه مال مخدات. من فوق تشوفونه فرو، من داخله فرو الخروف، هيك يصير شكلها بالضبط نفس اللون نفس الشكل الأصلي. طبعا أبو المحل قال الأصلي تلقيه من الشريط مالته، الشريط يكون جلد، هذا شريطها جلد مو قماش بنات. هو الأصلي ترى مبين، مو اللي واحد يعني ينبهنا عليه، الأصلي ذاك هو مبين. هاي وجوه المخاد مالته، والنزلة مالته الغطوة تكفي الشرابي العريضة مال التركية، شراب التركية العريضة الكبيرة، هي كلش كبيرة، هي هاي النزلة حيل كبيرة.
سعرها 18 بالسوق موجودة ب20. الأصلي هم يقول الأصلي. شوف الفروة مالتها البوهيمي، تصير الفروة مالتها فروة الخروف يسموها، خفيفة ومريحة وتدفي نفس الوقت. طبعا موجودة هي منها جميع الألوان، لكن عجبني أني هذا اللون. هذا اللون ما عندي منه من نزلة، بس الألوان كلها موجودة اللي ترغب هيجي ألوان. بالإضافة نسقت وياها تلبيسة مال دوشق. هذا الدوشق العريض مال ألماني، الدوشق الألماني العريض مال شرابي تركية. فجبت هذا متنسق وياها، أيضا الخامة مالته كلش حلوة. هذا سعره 10، والبوهيمي سعره 18. 18 طبعا من الشورجة. باعوا الخامة مال التلبيسة مال الدوشق، تكون قديفة قديفة ناشفة ومطاط نفس الوقت. الإطار مالته الحواف مالته كلها لاستيك حتى تلزم الجوانب مال الدوشق. هذا سعرها 10، وياه 2 وجوه مال مخاديد نفس القماش. فسويت تناسق ألوان، يعني نسقت هذا اللون وهذا اللون حتى تكون نزلة كاملة مال بوهيمي. وبالإضافة أنه اشتريت هذه الصواني. هذه الصواني نوعية أكرك الأبيض مو الشفاف، الأبيض يكون أحلى بنات. هذه سعرها 10. طبعا هي 10 حتى بالسوق اتصور هيجي سعرها موجودة ب10. بس أنا اليوم سوقت من الشورجة، الكمبار، الفراش، البوهيمي، الصواني كلها من الشورجة. طبعا كلش حلو اللون الأبيض يكون نازك ومرتب. بنات هذا الكمبار، باع الكمبار كبره. الكمبار هذا هو لونه رمادي على أسود، هيك يصير اللون مالته. شوف الظهر مانع للتزحلق وثابت. الفوق مالته طبعا مثل القديفة يكون حلو، كلش حلو ومرتب. هذا السعر مالته 4 المتر 4، هو يحسبه لكم متر مربع. أنا طلبت من عنده 5 متر. فمن فتح الطول كان عنده شوي يعني زايد من يمه، تقريبا 2 إلا ربع أو 1.5 هيجي. فرادي قصة قلت له لا بقي وياه وأحسبه، شوف ايش قد تحسبه، ايش قد يعني تطلع فلوسه. فطلعت فلوسه 70 ألف. هو 72 بس أنا وقعت الثنين ب70. فهسه أحسبه إلي ب70. بس ما شاء الله يعني العرض مالته تقريبا 4 إلا هيجي. والطول حسب انت ايش قد تردين من الطول. الطول لو قد ما تاخذين 6 7 8. هذا القص حلو كلش حلو. طبعا زاد من عنده، هذا اللي زاد ما يقارب 3 إلا ربع هيجي. خليته للغرفة. فالجوانب مالته راح أروفها أو أجيب لها شريط وأخيطها. هو اللون مالته رمادي بس هنا ما أعرف شلون طالع. نسقت الألوان بين الكمبار والكمبار الثاني على مود اللون يكون لون واحد، لون ثابت. جبت وياي هاي الشغلات طبعا مكناسة وما أعرف شنو، هاي كلها بنات كلها من فلوس القاصة. صدقوني فلوس القاصة كلش تفيدكم، يعني إحنا نحسبها فلوس مصروفة ونخليها بالقاصة. تعال شوفوا المفاجأة. هذا كاونتر جبته هم أسود وأبيض. هذا على مود أنسق ويا الكاونتر اللي عندي الأبيض. هنا طبعا هسه تقولون من جبتي جبناه من سوق النهضة. سوق النهضة بنات كل شي بيه. اللي تريد تفتح قاصتها وتشتري أجهزة كهربائية أو تشتري كاونتر أو طباخ، تروح السوق النهضة. سوق النهضة صح هو يبيع، يعني يبيعون شغلات مستعملة لكن جديدة. يعني شلون هسه هذا الكاونتر هو مستعمل لكن شبه جديد. يعني أنا أخذته بهذا أنا ردته هيجي مستعمل، ما ردت أفصل تفصال لأن غيرت فكرتي. قلت أخلي لي مطبخ حار ومطبخ بارد، فاحتاجيت كاونتر. قلت حرامات يعني هو مطبخ حار وبالترك، ليش أجيب كاونتر جديد وهذا أجيبه نص عمر ومستعمل بس أخذ جديد. فأرتبه أغسله وأرتبه يكون يعني ما مزلوغ ما مضروب ما مكسور، يداته حلوة، هو يكون زين وقوي. اي اخذ هيجي كاونتر واخليه بالمطبخ، حتى لو تقدرون تصبغونه تجلدونه عادي. فهي طبعا من باب التحفيز، يعني احفز
أو أشجع من هيك فقرات كلش حلوة، أو هيك فيديوهات كلش حلوة تفيد أصحاب الدخل المحدود، اللي ما تقدر تشتري كاونتر جديد وتخليه بمطبخها، تقدر تاخذه مستعمل وهي ترتبه وهي تغسله وهي تنظفه. يعني انت بعد على ايدك، مثل ما يقول اذا عندك قاصة تفتحينها وتاخذين هيجي كاونترات. طبعا هو سعره أنا ردته ب100، بس هو ما قبل ينطي إلا 125، قفل عليها بالبداية قال 160، تعاملنا وياه على 100 ما قبل، فقال 125 قفل، فأنا اعطيته 100 وأبونا كمل 25 من يمه وأخذناه. فهذا من باب التحفيز بنات اللي ما تقدر تشتري كاونتر جديد وما تقدر تفصل وحالتها المادية على قدها، مثل ما يقول أصحاب الدخل المحدود، فتقدرين تشترين الأشياء المستعملة، يعني نص عمر لكن جديدة، انت تنظفينه، انت ترتبينه، انت تعدلينه، وهذا الشيء كلش راح يفيدك. هذا من باب يعني مثل ما يقول أشجع البنات اللي ما تقدر تشتري. شفتي السنك مالته شلون حلو طلع، غسلته بالمانكس وغسلته بالمي الحار والزاهي، طلع يخبل، يعني هو لا مكسور ولا مضروب ولا بي أي شيء، الكاونتر كله جديد. فراح أخليه أني بالترك. هي بالبداية كانت الفكرة إنه أني أبيع الطباخ مالتي، طباخي، وأفتح القاصة وأشتري طباخ جديد. باع شلون طلع بنات، باع اللمعة مالته ما شاء الله، كاونتر مضبوط وقوي وزين ويستاهل 125، يعني كاونتر كلش حلو ومرتب. وأنا اختاريت هذه الألوان حتى يتناسق ويا المطبخ اللي عندي، الكاونتر اللي عندي القديم. هذا الرفوف مالته الفوق، شوفوا كل قاطع، كل باب بقاطع، يعني 6 خانات صارت بيه، هذا الباب الفوق والباب الجوا أيضا. والله يستاهل، أنا أشوفه زين ويستاهل، ما دام أخليه بالترك، يعني مو شرط إلا أشتريه جديد، على قد فلوسي وعلى قد فلوس القاصة أفتحهن وأسوي الحمد لله. فهذا الترك باعه. شوفوا أنا أريد أراويكم الترك اللي راح أستغله وأخلي بيه المطبخ الحار. طبعا إلى باب من داخل المطبخ، لكن يكون ضيق الباب وضايقني الكاونتر، فما قدرت، يعني قلت له لازم نغير شوية بيه. الترك بنات مساحته كبيرة، يعني 3 في 1.5 متر، هيك يجي 1.5 متر 2 إلا ربع، لكن الطول مالته 3، ملبوخ وبيش تايجر وكامل، بس احنا هم سوينا شوية تغييرات بيه. ضاع بنات المساحة، يعني الكاونتر هنا يلزمني، ما أقدر أفتح الباب وأفوت، كاونتر لازمني، بهاي الحالة لازم أبيع الكاونتر يلا أقدر أفتح الباب. ففكرت إنه أفتح الباب منه من جوا الدرج، هي فتحة باب وهذه فتحناها، فالحمد لله يعني أقدر إذا أخلي كاونتر أخلي طباخ أقدر يفوت. يعني هذا الباب جبته ب50، هم من ضمن فلوس القاصة، يعني ما خسرت أحد ولا ضايقت أحد ولا أخذت من أحد ولا ضايقت على زوجي ولا جبرته ولا ضايقت على مصرفي، كله من فلوس القاصة. بعد شلون صار تغير الشكل. كلها هذه بنات من فلوس القاصة، حتى الباب، يعني شوفوا باب كاونتر وغراض جبت لي، كلها هذا من فلوس القاصة. ونفس الوقت فتحنا لنا، سويت لي مطبخ حار، بلا ما أشتري طباخ وأذبهن كلهن على الطباخ وما مستفادة شي. بقيت الطباخ مالتي وقلت بهذه الفلوس أفتح هذا الترك وأرتبه. طبعا مدينا له هنا مي حار وبارد، وخلانا أبونا كهرباء ونظمناه، صبغناه، صبغة الأبواب وهو صبغ الحياطين، والكاشي موجود بيه هو أصلا من زمان، مجرى أيضا بيه موجودة وملبوخ، يعني ماكو، بس عوزة باب واحد ينفتح وهاي هي. فتحنا له الباب وكمل صار عندي مطبخ حار كامل ويجنن. صار تشوفونه بالأخير صار كلش حلو. هذا الباب سعره 50،
اللي هم يخلونه للحمامات، للتواليتات هيجي، لكن أنا لأنه عجبني وكلش حلو بداخل البيت، وصارت الفتحة داخل الدرج. هذا الحولي مالتنا يعني بين الدرج وبين المطبخ هو يكون الترك بالأخير. شوفوا شلون تغير شكل البيت، وتغير الكاونت المطبخ، وتغير كل المنظر تغير. باعوا شلون صار بنات؟ شوفوا المساحة، يعني قلت حرامات هذه المساحة تنترك، لازم أسوي بيها مطبخ حار. صبغنا الحياطين، صبغنا الشباك، كملناه، خلينا الكهرباء بيه ومي حار وبارد. دخلت الكاونتر اللي اشتريته ب125، وهذا طباخي القديم هو عشتار، لكن هو قوي وشغال لحد الآن، صح صار له بال18 سنة، وفكرت أغيره لكن بقيته، قلت لا فلوسه أشتري بيهن هذه الأشياء، أفتح لي مطبخ وأجيب لي كاونتر عليه وأرتبه، يصير لي مطبخ حار ومطبخ بارد. وهواية غيرت من فلوس القاصة. العام أخذنا فلوس القاصة، اشتريت بيها المثرامة الكهربائية نوعية ألمانية، هي النوعية مالتها سيلفر، لا اسمها كوك، النوعية كوك، كلش حلوة وفادتني. وفرن أيضا اشتريت وياها الفرن الغاز، واشتريت وياها الجداري، واشتريت وياها الزوالي والفراشات، وهاي كلها من فلوس القاصة. بنات باعوا الفوق السقف، هذا أبونا قال راح أجيب لك من هذا، يسموه باغة، الأبيض شفاف، يعني من المطر، من الأتربة، من الهواء العالي، خلاه إنه بس على مود الضوء. كلش حلو صار ومرتب. شنو رايكم بمطبخي الجديد؟ شنو رايكم بمطبخي الحار؟ مو أحسن من ما أشتري طباخ وخلص؟ هاي هي فلوس الطباخ غيرت بها هذه التغييرات كليتها. هنا أنا خليت طبعا الحصة مالتنا كلها رتبته بداخله، وخليتها من فوق هم خليت بها الحصة الغراض يعني اللي أحتاجها بهذا المطبخ، الجداري، الحصة، شغلات يعني. فرشته كومبار قديم عندي، قصيته وخليته إليه وفرشته ورتبته. سويت لي من فلوس القاصة مطبخ حار، مطبخ استفاد من عنده، بلا ما باقي هذا المكان متروك استفاد من عنده. هو باعوا جوا الدرج يعني بالحولي. وهذه الزولية طبعا أنا ما فرشتها هنا، بس ردت أراويكم النقش مالتها وكبرها. هذه سعرها 13,000. بلشت بالمطبخ الحار البارد من بعد ما كملت ذاك المطبخ ورتبته وكملنا نهائيا، بديت بالمطبخ الثاني، المطبخ البارد. هذا هنا أنا بنات مكان الطباخ، غسلته بالمانكس ومي حار وهذه، ولأنه هذا مكان طباخ تعرفون بعد دهون وما أعرف شنو يعني تصير، حتى لو كنا ننظف تنظيف يومي لكن هو الطبخ هم يومي، القلي هم يومي، فأكيد يتوسخ هذا المكان. غسلت السيراميك كليته، غسلت الكاشي أيضا، الكاونتر غسلته همه كله بعلبة مال المانكس. أنا ما عندي دهون قوية مطبخي، لأنه دائما إيدي بيه دائما أنظف، بس هم يصير مع هذا، هم يصير دهون، تصير وساخة، يصير شي. فقلت أخلي الثلاجة هنا وأرتبه وهذه بس، وأفرشه نفس الوقت، بس كون على نظافة، يعني كل شي بيه نظيف. وهذا مانكس هو طبعا هو المزيل للدهون، هو يخبل هذا. فبنات من هذه الطريقة وهذه الفقرة، فقرة القاصة، ونجمع ألف بالقاصة، ربع، ألف، 500، شي يزيد عندنا إحنا نخليه بالقاصة. القاصة كلش مفيدة لأم البيت، جدا مفيدة. كل سنة أنا أسوي القاصة، لازم أسويها وأفتحها، نشتري أشياء إحنا محتاجينها، الريتة، فراش، زوالي، طباخ، مثل كاونتر. اللي ما عندها كاونتر تقدر تفتح القاصة مالتها وتشتري لها كاونتر على قد الحال. كل شي تقدرين تسويه بفلوس القاصة. هي طبعا نحسبها فلوس مصروفة، هي أيضا مصروفة لأنه هي من ضمن الصرفيات. فهذا مطبخي البارد
فرشته بهذا الكمبار وفرشت كله. قعدتنا راح تصير هنا ريوق غدا عشاء وهذه كلها هنا. صوبة الهيتر يمي. أما المطبخ الحار فبقى للقلي وللطبخ والهيج شغلات يعني خارجية، حتى أقدر أحافظ على نظافة المطبخ ونظافة البيت. طبعا هذه الفيديوهات من باب التحفيز بنات لكم، أحفزكم على فقرة القاصة، وأحفزكم على شغلات بسيطة تشترونها من فلوس القاصة. أنا من نزلت الفرن كلها سئلت عنه، ومصطفى بيت جبتيه ومصطفى بيت جبتيه. الفرن الغاز وهم قلت لكم من فلوس القاصة، الماكينة من فلوس القاصة، كل شيء من فلوس القاصة. صدقوني يعني لا أضايق على زوجي وأجبره إنه يجيب لي، ولا أني مثل ما يقول أقصر على مصرف البيت، لا أخذ الربع، أخذ 500 اللي يزيد أخليه بيه. طبعا راح ينتهي الفيديو، وانطوني رايكم بالتعليقات على هيجي فكرة إنه ما جبت طباخ وسويت هذه التغييرات بفلوس الطباخ، وشنو رايكم مطبخي الجديد الحار، وشنو رايكم مطبخي البارد. لهنا وانتهى الفيديو.